مدينة لوس أنجلوس بتولع من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أي حد مشترك عندي في القناة شوف الفيديو ده، اشترك وكمل معايا الفيديو واعمل لك سلام في الكومنتات عشان أقول لك خبر مهم جدا. النهاردة الصبح سمعنا عن خبر اشتعال مدينة لوس أنجلوس. هي بالمناسبة هي مش ولاية لوس أنجلوس، لأن كل الناس بتقول عليها ولاية لوس أنجلوس، إنما هي مدينة لوس أنجلوس. هي مجرد مدينة داخل ولاية. حصل ان ترامب استدعى الحرس الوطني داخل مدينة لوس انجلوس، ومعنى ان ترامب يستدعي الحرس الوطني يعني في مشكلة كبيرة جدا ولازم ليها وقفة جامدة كمان. وفي كمان مظاهرات بتقوم على ايلون ماسك. ايلون ماسك يبقى الموضوع في علاقة بالبيت الابيض. المشكلة دي قايمة ما بين اتنين، ما بين ايلون ماسك ورئيس الخزانة، والكلام ده حصل جوه البيت الابيض في الكوريدور بتاع البيت الابيض. غير ان في صحف وفي جرايد كتير بتتكلم وبتكتب زي واشنطن بوست بتتكلم عن ان ايلون ماسك لازم يطلع بره لوس انجلوس. ايلون ماسك مجرد شخص دلوقتي العالم كله بدأ يكرهه وبدأ يحطه في حتة غريبة شوية. ان هو كان مقرب جدا من ترامب، وبعد كده حصل الانقلاب اللي حصل ده. واشنطن بوست دي جريدة كبيرة جدا، كاتبة مقال ان لازما ايلون ماسك يطلع برا امريكا. غير ان في مع وفي ضد، يعني في ناس مع ايلون ماسك وفي ناس ضد ايلون ماسك. بس دي المدينة اللي كان حصل فيها حرايق السنة اللي فاتت، وكانت المدينة كلها بتباد. بس السنة دي الحرايق غير حاجة تانية. السنة دي هما اللي بيعملوا